السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. أنباء وكلنا سمعنا ومنتشر على السوشيال ميديا عن تأجيل امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني اللي هتقام إن شاء الله، وهيكون بشكل طبيعي. المفروض الامتحان أو كل مادة لوحدها، مش امتحانات مجمعة. سمعنا إنها هيتم تأجيلها تاني لحد استقرار الأوضاع الصحية. لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يكشف في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في موعدها المحدد وفقا للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية. كل مديرية تعليمية حاليا بتعلن الجدول الخاص بها او جدول الصف الثالث الاعدادي الخاص بها، فبالتالي هيتم الالتزام بالجداول دي، واللي من المقرر ان شاء الله انها تبدأ في شهر يونيو المقبل، شهر 6 ان شاء الله، اللي هو كمان كام يوم هيتم بدء امتحانات الصف الثالث الاعدادي ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، على أن يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يوميا لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما سيؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل. وفي سياق متصل طبعا بتلتزم المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الأمان للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات منفردين في المدارس، لا يشاركهم أي طلاب من الصفوف الأخرى، مع جعل عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد عن 14 طالبا بحد أقصى. يعني المختصر ان الامتحانات هتقام في شهر يونيو ان شاء الله، الصف الثالث اعدادي في موعدها عادي من غير اي مشاكل ومن غير اي تأجيلات، والمواد الغير مضافة للمجموع هتبقى في المنزل، هياخدوا الورق يحلوا في المنزل وبعدين يودوه المدرسة مرة اخرى. الامتحان هيبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى شكله طبيعي جدا، كل مادة لوحدها، كل مادة في ورقة لوحدها، عشان يتم بناء عليه تنسيقات الثانوية العامة. ده كان كل شيء في الفيديو، اتمنى اكون وصلت لكم الخبر الصحيح. اشوفكم في فيديوز جديدة ان شاء الله باخبار جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.